نفر هيرو. أرض مصر هتفضل تبهرنا وتتحفنا وتقدم لنا كنوز ملهاش أول من آخر. كل فترة تقريبا كل سنة كشف، وكل كشف أروع وأجمل من الكشف اللي قبله. منذ أيام قليلة فقط، وبالتحديد في الشهر الحالي مارس 2026، بعثة مشتركة مصرية ألمانية عملت اكتشاف رائع في غرب سوهاج، منطقة اسمها إتريبس أو نجع الشيخ حمد، على بعد 7 كيلومتر من مدينة سوهاج. اكتشفوا إيه بقى؟ 13,000 أستراكة. طبعا الرقم يخض، رقم مهم جدا. الأستراكات دي عبارة عن شقفات فخارية. وعلى فكرة ده مش أول اكتشاف في هذا المكان، سبق إن احنا اكتشفنا حوالي 30,000 أستراكة على مدار 20 سنة الماضية، وفي نفس الموقع في إتريبس برضو. كان أول اكتشاف للأستراكات دي في 2005، وكل فترة بنكتشف عدة آلاف، إلى أن اكتشفنا 13,000 بتوع هذا الأسبوع. وده بيرفع عدد الأستراكات اللي تم اكتشافها في هذا الموقع لما يقارب 50,000 أستراكة. تخيل بقى أهمية هذه الاكتشافات. أغلب الأستراكات دي مكتوب عليها كتابات بالخط الديموطيقي، وفي كتابات أخرى بالخط الهيراتيقي والهيروغليفي، بالإضافة لكتابات باللغة اليونانية واللغة القبطية، حتى اللغة العربية في أستراكات عليها كتابات عربية أيضا. كل الأستراكات دي بترجع للفترة ما بين العصر البطلمي اللي هو 300 قبل الميلاد حتى بناء القاهرة، يعني القرن العاشر الميلادي. يعني فترة ممتدة بتمتد على مدار 12-13 قرن من الزمان تقريبا. يعني كشف غني جدا. كمان النصوص المكتوبة ثرية للغاية ومتنوعة جدا، بتمدنا بتفاصيل ملهاش حصر، تفاصيل ضخمة عن الحياة اليومية للمصريين في هذه المرحلة. والتفاصيل دي على فكرة ما كانتش متوفرة عندنا قبل كده إلا من خلال كشوفات إتريبس. بعض النصوص الموجودة على الأستراكات هي نصوص تعليمية وتمارين للطلاب وحسابات ضرائب للتجار وصلوات وترانيم، يعني كنز معرفي منقطع النظير ما يقلش أبدا في أهميته عن كشف أستراكات دير المدينة اللي هي في غرب الأقصر. وإن كانت أستراكات دير المدينة بتمثل مرحلة زمنية مختلفة تماما، دي بترجع لعصر الأسرات، وكان اللي كتبها الفنانين اللي اشتغلوا في وادي الملوك ووادي الملكات عصر الدولة الحديثة، يعني تقريبا 1600 قبل الميلاد.